الالعاب كتيره جدا، وفي فئات كتيره من الالعاب تقدر انك تجربها بنفسك وتلعبها، لان دلوقتي سهل انك تختار اي لعبه بسبب تقييمات اللعبه دي. فلو تقييمات اللعبه وحشه طبعا اكيد هتسحب عليها وعمرك ما هتجيبها، بس لو تقييمات اللعبه جيده نوعا ما فاكيد هتشتري اللعبه دي. وده لان احنا دلوقتي الالعاب بقت غاليه جدا في الزمن اللي احنا فيه، فاكيد مش هتروح تدفع $70 على لعبه معفنه واخده تقييمات سيئه وفي الاخر هتطلع وحشه عشان واخده تقييمات سيئه. بس ده مش شيء صحيح، يعني لان الالعاب غالبا اكيد يعني مش كل الالعاب اللي واخده تقييمات وحشه سيئه، وده بيخلق لنا فئه جديده من الالعاب وهي فئه الالعاب المظلومه. في فيديو النهارده هتكلم عن الالعاب المظلومه، يلا بينا. خليك متحمس معايا، دعوه حلوه كده يا اخواتنا فلسطين، لايكك اشتراكك، يلا بينا نبدا الفيديو الجامد ده. نبدا باول لعبه معانا وهي لعبه فامباير. لعبه فامباير هي لعبه صدرت سنه 2008 وتحكي احداثها عن دكتور جوناثان اللي رجع من انجلترا بعد احداث الحرب العالميه الاولى. يصحى من النوم بيلاقي نفسه اصبح مصاص دماء، في نفس الوقت بيتفرض عليه انه يكون طبيب يعالج الناس من داء الانفلونزا الاسبانيه اللي موجوده في كل لندن. وهنا اللعبه بتديك الخيار بين انك تساعد المرضى ولا تموتهم وتمص دمهم في سبيل انك تمتلك قوه اكبر، والقرارات دي بتاثر على الجيم بلاي. فلو اخترت انك تكون طيب فمش هتعرف تستخدم قوه الفامباير، بس لو بقيت شرير وتمص دماء الناس هيكون عندك مهارات وقدرات اقوى تحارب بها الاعداء. نصيحه مني ليك اختار طريق الشر لان غير كده هتحس يعني بملل، انما طريق الشر هيخلي لك جيم بلاي امتع وفيه اكشن اكتر. بس مش عايزك تتصدم لان الطريق ده هيوديك لنهايه سيئه، لان اللعبه ليها 4 نهايات، بس القصه نفسها جميله ومليانه شخصيات ليهم دوافع. اللعبه نفسها عظيمه، فيها كميه معلومات عن مصاصي الدماء واساطير زي اتصنعوا ازاي. ممكن مشكله اللعبه الاختيارات اللي ملهاش لازمه، بس تصميم العالم روعه. لندن بتصميمها السوداوي المميز يعني كانت حاجه جميله جدا، مع ان المدينه مش كبيره بس شكلها حلو. واللعبه مليانه قدرات كتير ممكن تدمج ما بينهم اثناء القتال. اللعبه تعتبر صدرت لكل المنصات حتى البي سي، وقصه اللعبه حوالي 15 ساعه، مش طويله، تقدر تروح تجربها. اللعبة اللي بعدها هي لعبة أليس ميدنس ريتيرز. صدر اللعبة في سنة 2011، محدش اهتم بيها ولا بص لها حد. بتلعب بأليس البنت اللي عندها حالة من حالات الاكتئاب، وبتكون أليس جوه مصحة نفسية لأنها حاسة بالذنب تجاه حالتها اللي ماتوا في حادث حريق، وهي بتحمل نفسها المسؤولية. أليس بتعاني من هلاوس وبتروح لعالم موازي، والعالم ده بيكون أرض العجائب بس مش زي الأفلام. هنا أرض العجائب حزينة وسوداوية لأن في كيان غريب سيطر عليها، فأليس بتتعاون مع أصدقائها عشان ترجعها تاني. من وقت للتاني بنشوف أليس في الحالة الحقيقية. قصة بتدمج من رابط حادث العالمين ببعض، والقصة بتحكي عن الصدمات النفسية. قصة جميلة ومليانة مشاعر وكتابتها مذهلة. اللعبة فعلا ممتعة. الجيم بلاي بيعتمد على انك تنط على المنصات، وبيكون في بعض الالغاز السهلة اللعبة ساعات بتغير فيها منظور جانبي. في بعض المراحل الأليس بتمتلك اكتر من سلاح وبتستخدمهم في القتالات بين الاسلحة الحادة والاسلحة النارية. هو الاعداء متكررين شوية بس تصميم المراحل كان مغطي على ده. اتصدمت لما عرفت ان اللعبة واخدة تقييمات مش قد كده. في النهاية اللعبة حلوة، ختمتها في 15 ساعة، نزلت جميع المنصات، تقدر تروح تجربها. ريج 2 نزلت اللعبة في سنة 2019، وهي الجزء تاني من اللعبة الأولى اللي نزلت في سنة 2010. واللعبة دي دمجة بين لعبة ماد ماكس ودوم. والجيم بلاي في اللعبة دي مذهل جدا، إدماني لأبعد الحدود. الأسلحة الرائعة واللي فيها تنوع لأن كل عدو بيموت أسرع من سلاح معين. الدموية والجنون اللي موجودة في كل قتال اللي بيزود الأدرينالين، وكل ده قوم. ولما تفتح قدرات لشخصيتك قوم تاني. اللعبة بتقلب باي شوك، تقدر تطير الأعداء، تضرب بقبضتك الأرض وتدمر كل حاجة حواليك. وكانت السيارات كانت ولا أروع، وحتى سياراتك ممكن تطورها وتضيف لها أسلحة ومدافع. والقتال بالسيارات حلو برضه، بس اللي خلى اللعبة اتظلمت هو العالم المفتوح اللي ملوش لازمة وكبير على الفاضي ومش ممتع في استكشافه. والقصة ملهاش لازمة، فلو هتلعبها العبها عشان الجيم بلاي، واللعبة مليانة حماس وتستاهل منك يعني مجرد تجربة ليها، يعني بمناسبة إن الجيم بلاي فيها كويس. وايلد هارتس اللعبة دي نازلة قريب في سنة 2023، ورا انك سمعت عنها قبل كده. للأسف اللعبة لما نزلت اتظلمت جدا، وده لأسباب كتير هقولك عليه. لكن اللعبة هنا هي لعبة اصطياد وحوش، والنوع ده من الألعاب معدوم نوعا ما. يعني القتال في اللعبة ممتاز، تصميم الأسلحة روعة، الأنيميشن جامد، أسلوب اللعب إدماني ومصقول وممتع، قتال سريع. وغير إن اللعبة فكرت بره الصندوق شوية وعملت تقنية جديدة مش فاكر اسمها الصراحة، وهي إنك بتبني زي فورتنايت كده. ممكن تستخدم البناء أثناء القتال، الدفاع، ممكن تبني حاجات أكتر بكتير. بس ده ما يمنعش إن اللعبة تخلو من التنوع، الوحوش وجيتشات والأداء السيء على كل المنصات. اللعبة كان فيها مشاكل، بس برضو زي اللعبة اللي قبلها تستحق منك تجربة، لأنها قدمت أفكار الصراحة مش موجودة في ألعاب يعني حديثة برضو، ومش موجودة أصلا. الفكرة اللي قدمتها أول مرة الصراحة أشوفها في اللعبة، يعني شفتها في فورتنايت قبل كده بس هنا متقدمة بشكل مذهل، فتقدر تجرب
تجرب اللعبة انسيم. اللعبة دي اتظلمت كتير سواء من الشركات او لاعبين اللعبة دي. قدمت جيم بلاي فريد من نوعه، نظام الطيران اللي تحس نفسك فيه ايرون مان، فتنقل في العالم ممتع ومش بتمل منه. انا فعلا كنت بحس ان ايرون مان لما كنت بطير وبنزل على الاعداء ادمرهم. اللعبة بتديلك 4 انواع من البدلات، كل بدلة لها قدرتها الخاصة، في تكرار في الاعداء، بس الجيم بلاي اضغط على ده لانه هيخليك مندمج في عالم اللعبة. الجرافيك الخاص باللعبة مذهل، والمؤثرات اللي بتخرج من البدلة أو القتالات، وتحس إن اللعبة لسه نازلة، بس المهمات الخاصة باللعبة مليانة تكرار. بس لو لعبت اللعبة دي حوالي 15 ساعة هتبدأ تمل وتقول خلاص أنا زهقت، فبراحتك لو عايز تجربها يعني اعتبرها لعبة 15 ساعة ومات الكلام، فاهم؟ وبس يا سيدي، ده كان فيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبك. لو عجبك عرفني تحت من زرار اللايك، اكتب لي كومنت حلو، وكمان لو عندك العاب مظلومه تقدر تقول لي، بس يا ريت تكون اللعبه دي حرفيا انا ذات نفسي ما سمعتش عنها، تكون لعبه محدش يعرفها وانا امسح من عليها التراب واطلعها في فيديو. ويا ريت الفيديو يكون عجبك. كان معاك ابراهيم، يلا سلام.